السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما بصحة وعافية. كده نقطة فانيليا. لو ما عندكيش سايلة حطي بودر. بس فعلا الفانيليا السايلة دي كانت طعمها حلو قوي، مخليها طعم جميل. شوف بقى الكركديه ما شاء الله لونه حلو قوي وطعمه في منتهى الجمال، يعني طعمه جميل جدا كده، مش بتحسي انك تاكلي كركديه. ممكن بقى تعملي بدايل تانية خالص بأي أنواع عصاير تانية. كده خلاص هنزلها من على النار. أهم حاجة تكون القوام الكريمة كلها واحد، متبقاش في كريمة خفيفة وكريمة تقيلة. أنا جبت قالب. انت بقى بتجيبي بقى كاسات، تجيبي كوبايات المتاح عندك. انت ممكن بقى تعملي طبقات برضو بالشكل اللي يعجبك. انا كده حطيت الكريمة البيضة تحت. دايما بتزودي طبقة الكريمة البيضة تحت تبقى اكتر من الالوان، بحيث انت لما تقلبيها في القالب بتشوفها بقى بالشكل اللي انت شفتيه في اول الفيديو كده. انا هعمل بقى طبقات متبادلة مع بعضها بالالوان. عايزة بقى تعملي 3 طبقات سميكة شوية من كل نوع كده طبقة، هتبقى برضو طعمها حلو قوي وشكلها جميل برضو. انت بقى بتقدري بقى تعملي الشكل اللي يعجبك.
عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. شكلها جميل جدا من جوه، وطعمها كمان في منتهى الجمال. يعني كده خلاص خلصنا، سبتها لغايه ما بردت خالص. وغلفتها بقى بستريتش راب. وسبتها في التلاجة لتاني يوم لغايه ما تتماسك خالص. هنقلبها مع بعض دلوقتي نشوف شكلها ايه. يا ريت تجربوا وصفتنا النهارده دي، جميله جدا وطعمها حلو، وولادك هيحبوها، وشكلها جميل جدا من جوه. يا ريت تجربوا الوصفه دي بقى وتقولنا رايكم ايه في الكومنتات. وحبايبي وصحابي اللي قابلوني وكلموني وبعتولي على الخاص، وقالوا لي ان احنا بنجرب حاجات كتير من وصفاتك وبتنجح معانا وبتعجبنا. دي حاجه طبعا بتبسطني جدا وبتفرحني، بما ان القناه بتاعتي لسه جديده. كده حاجه كده بتدعمني وتشجعني ان انا اقدم لكم كده وصفات سهله كده وبسيطه وعلى قد الايد ان شاء الله. ربنا كده يبارك لكم يا رب كده، ودايما مشجعيني واقفين ورايا. كده بقى نشوف بقى التحليه بتاعتنا الجميله دي كده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله. جميله جدا ان شاء الله. ما تجربيها ولادك هيحبها قوي وهتعملها على طول. بجد كده جميله جدا بقى، وممكن تحط عليها بقى مكسرات، تحط عليها اي حاجه كمان تزوديها في الطعم. شوفوا بقى كمان تحفه جميله جدا، ممكن تقطعها شرايح. يا رب بقى لو كانت الوصفه عجبتكم النهارده ما تنسوش من دعائكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.